غارة إسرائيلية على قادة حماس في قطر أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي، والذي قال عنه بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الفرصة الأخيرة، وقال إنه إنذار أخير لحماس. وكانت إسرائيل اليوم أصابت أهدافها، وأعلنت عن مقتل خليل الحية رئيس حركة حماس وزاهر جبارين وخالد مشعل ونزار عوض. وذلك ما نفته حماس، وأكدت أن الإصابة جاءت بمبنى السكن، وأن من توفي هو نجل الحية وأيضا مدير مكتبه. وحتى الآن لم تتضح الصورة، لأن تأكيدات إسرائيل بأن هؤلاء تم اغتيالهم أمام ما قيل من حركة حماس. وكما أدانت قطر هذا الاعتداء الصاروخي الذي قال عنه ترامب أنه علم به أثناء وجود الصواريخ بالجو أو بالهواء. قطر طبعا أدانت هذا الفعل لأنه اختراق للسيادة القطرية، ولكن هذه ليست المرة الأولى، فقد فعلتها إيران من قبل حين قصفت قاعدة العديد، ثم اعتذرت عن ذلك وقبلت قطر ذلك. هل بالفعل تم اغتيال هؤلاء أم ما زالت الأمور غير واضحة؟ هذا ما سوف نعلمه فيما بعد، ولكن حتى الآن الأنباء تفيد إلى اغتيال هؤلاء قادة حركة حماس. ومن ناحية أخرى الأخبار تشير إلى أن حماس تنفي ذلك. من المعروف أنه أن كان هناك أيضا عملية أصابت عدد من الجنود الإسرائيليين اليوم، ولكن ربما يكون هذا رد على ما حدث اليوم. سوف تتضح الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.